لو لقيت الكمبيوتر بتاعك بيولع بالشكل ده، فأول حاجة تعملها خد بعضك واجري. لأن بعد الدخان وبعد ألسنة اللهب دي بيحصل ممكن انفجارات وبيتولد 3 أنواع من أنواع النيران. دي آخر حلقة معانا في الكورس التمهيدي الأول اللي هنخلص فيها أجزاء الكمبيوتر كلها، وهنبدأ بإذن الله من الجزء اللي جاي أو من الحلقة اللي جاية نتكلم عن الكورس التمهيدي التاني. بعد ما عرفنا مكونات الكمبيوتر اللي هتخلينا نبقى شاطرين جدا في تحديد المواصفات اللي احنا هنحتاجها لما نيجي نجمع جهاز، او لو حد طلب مننا مشورة علشان نجمع جهاز، هنبدأ نتعلم في الكورس الجديد ازاي نبدأ ننزل الاو اس او الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل على الاجهزة دي. طبعا في انظمة تشغيل كتيرة جدا، هنتكلم بإذن الله عن النوعين السائدين في السوق كله. ولو حد ليه تعليق عن اوبريتنج سيستم معين وعايز نتكلم عنه يكتب لي تحت في التعليقات. خليكم معايا. Don't you be afraid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز رجب وأنت على قناة هاكر ماستر سكول. أولا كده لو لسه مشتركتش انزل اشترك معانا تحت، علشان الكورس اللي جاي هيبقى كورس قوي جدا وكل الناس بتحتاجه. ثانيا هنتكلم النهاردة عن موضوع الباور. موضوع الباور من الموضوعات المهمة جدا في أجهزة الكمبيوتر، فلو أنا ما ظبطتش الكهرباء اللي داخلة للجهاز بتاعي كويس، الجهاز بتاعي مش هيشتغل بكفاءة عالية. وزي ما عودناكم هنبدأ بجزء الكلمات. باور ستريب اللي هو مشترك الكهرباء، uninterrupted power supply مصدر طاقة غير متقطع، current تيار، alternating متردد، direct ثابت، batteries البطاريات، redundant وفرة، wattage وات، charge شحن. وهنتكلم في الجزء التاني بتاعنا النهاردة عن الباور. أول حاجة لازم نبص عليها في موضوع الباور ده الباور ستريبس، أو زي ما بنقول عندنا كده بالمصري مشترك الفيش بتاعة الكهرباء. ده لازم يكون الماتيريال بتاعه حاجة كويسة علشان يقدر يتحمل معايا سحب الكهرباء للأجهزة اللي هي متوصلة بيها. ويفضل طبعا إن يكون في حاجة اسمها سيركت بريكر، دي علشان لو جاي مثلا تيار كهرباء زيادة على الجهاز بتاعي يبدأ إن هو يحميه من التيار الزايد ده. طبعا مش ده بس، لأ ده في وحدات اسمها الام او في، دي برضو بتساعد على انتظام التيار والمحافظة على الأجهزة، بتدخل في الفولتية المناسبة لأجهزة الكمبيوتر أو السيرفرات أو الحاجة دي. ودي أول نوع معانا. طيب تاني نوع عندنا من الأجهزة اللي بيبدأ إن هو يظبط لي موضوع الكهرباء اللي داخلة للكمبيوترات أو السيرفرات هو اليو بي اس. واليو بي اس ده بيجمع ما بين الباور ستريب اللي فات، وبيجمع ما بين بطارية داخلية بتبدأ تحافظ لي على الأجهزة تكون في وضعية التشغيل الآمنة للأجهزة، وبتحميها من الانقطاع المفاجئ في الكهرباء. لأن أنت وأنت شغال لو الكهرباء مثلا قطعت مثلا على سيرفر ولا حاجة ممكن تعمل لي مشاكل في السوفت وير أو الهاردوير. فعلشان كده المفروض إن أنا ببدأ إن أنا أأمن السيرفرات أو أجهزة الكمبيوتر المهمة بوحدة اليو بي اس، علشان أي انقطاع في التيار الكهربائي أثناء تشغيلها هتعمل لي مشكلة كبيرة. نبدأ بقى نتكلم عن الوحدة الأساسية اللي بتغذي سواء الكمبيوتر أو السيرفر بالكهرباء، ألا وهو الباور سبلاي. الباور سبلاي ده ايه وظيفته؟ الباور سبلاي ده المفروض ان هو بيحول لي تيار الاي سي لدي سي، او التيار اللي هو المتردد لتيار مستمر، علشان يبدأ يغذي بيه الأجزاء المختلفة لجهاز الكمبيوتر. وطبعا ده بيكون من خلال مجموعة من الوصلات اللي خارجة من الباور سبلاي من الناحية التانية. جزء مثلا بيروح مثلا للمذر بورد، جزء تاني بيروح مثلا للهارد ديسك. بيغذي وحدات مبدئيا الكمبيوتر كلها بالكهرباء اللي هي بتبقى محتاجاها، وبيديها الفولتية
المظبوطة بتاعتها. طبعا هنتكلم ان في اجهزة فيها اكتر من باور سبلاي. يعني لو جينا بصينا مثلا في بعض السيرفرات هنلاقي من ورا فيها مثلا تو باور سبلاي، وده علشان موضوع الاستابيليتي. يعني ايه استابيليتي؟ يعني انا دلوقتي فلنفرض انا في سيرفر محمل عليه سيرفيسز كتيرة جدا او خدمات مهمة جدا، ما يجيش مثلا الباور سبلاي بتاعه يبوظ مرة واحدة والاقي نفسي حصل لي دروب جامد. فانا لما يكون عندي تو باور سبلاي، لو واحد فيهم عطل التاني على طول برضو بيبقى متوصل، بيبدأ يقوم بالمهمة بتاعته ان هو يغذي لي الأجهزة لحين تصليح الباور سبلاي الأول. لو بصينا على الباور سبلاي من ورا هنلاقي فيه المكان اللي بيوصل منه التيار المتردد للباور سبلاي، ونلاقي ممكن ساعات في زرار أحمر كده من ورا، ده عشان يغير من قيمة الكهرباء اللي داخلة، لأن في دول بتتعامل على ال 110 فولت وفي دول بتتعامل على ال 220 فولت. فلازم تكون متأكد مبدئيا من موضوع ال 110 وال 220 ده، لأنه عمل مشاكل لناس كتيرة جدا. ناس بتروح بتلعب فيه قبل ما تبدأ تشغل الكمبيوتر أو أي حاجة، تبص أول ما بتشغل الجهاز بتبص تلاقي الجهاز راح ضارب، ممكن المذر بورد أو الجهاز كله يبوظ، ممكن الباور سبلاي لو هو حظه حلو الباور سبلاي بس هو اللي يبوظ. طبعا لازم أن تكون عارف قيمة الفولتية اللي بتاعت كل بلد علشان تقدر ان انت تظبط زرار الاحمر ده عليها. وطبعا الباور سبلاي ليه اشكال عديدة جدا وكتيرة جدا. اهم حاجة في موضوع الباور سبلاي ده وانت بتشتريه تعرف قيمة الوات اللي انت هتبقى محتاجها للجهاز بتاعك. يعني مثلا لو انت بتجمع جهاز عادي او كده، هتجيب مثلا باور سبلاي الوات بتاعه برضو مش اللي هو عالي قوي. لكن لو هبدأ بقى اجيب كروت شاشة بقى اللي هي العالية، او جهاز بيشتغل مثلا بالليكويد كولينج، وبيشتغل بقى بكمية او بيبقى محتاج كمية كهرباء كبيرة جدا، لازم ابدأ اجيب له باور سبلاي الوات بتاعه محترم علشان يبدأ يقوم الدنيا معايا صح، وما يعمليش اي مشاكل اثناء التشغيل. ده الجهاز اللي هو يعتبر بيغذي الجهاز كله بالكهرباء، فاوعى تسترخص فيه. تجيب نوعية نظيفة وتشوف الوات اللي انت هتبقى محتاجه قد ايه، وتجيب حاجة محترمة علشان ما تعملكش مشاكل في اي جزء من اجزاء الكمبيوتر وهو شغال. طبعا موضوع الوات ده اللي هو بيساوي حاجة اسمها الفولت في الامبير. موضوع الوات والامبير والفولت والكلام ده بإذن الله في كورس، واثناء ما احنا بنشرحه لازما هنبدأ نعرف ايه هو الوات وايه هو الامبير وايه هو الفولت والحاجات دي، علشان في حسابات معينة لازما بعد كده في كورس الاختراق المادي نبقى عارفينها. لما يجي وقتها مبدئيا هنفهم احنا ليه لازم نفهم الكلام ده بالظبط، ونعرف إيه الحسابات بتاعتها ماشية ازاي. طبعا الباور سبلاي بيتراوح ساعات ما بين ال 300 واط لل 1000 واط، ده يعتبر الحاجات اللي هي سايدة في السوق. طبعا وفي آلة حاسبة على الإنترنت بتخليك لو أنت عايز تجمع جهاز بتبدأ إن أنت تدخل مثلا الكومبوننتس بتاعتك كلها، وبيطلع لك كمية الوات اللي أنت المفروض تبقى محتاجها علشان تشغل الكومبوننتس دي بكفاءة عالية. وطبعا دايما نخلي بالنا من المراوح بتاعة الباور سبلاي، لأن المراوح بتاعة الباور سبلاي بتبقى هي من يعني معظم المشاكل اللي بتحصل في الباور سبلاي بتحصل من موضوع الفانات. لو حصل فيها اي بطء او لو هي وقفت بيبدأ الباور سبلاي نفسه بيسخن، وممكن مش قصة ان هو يتوقف عن العمل بس، لا ده ممكن يعمل لي مشكلة في اي اجزاء من اجزاء الكمبيوتر زي المذر بورد زي الهارد زي اي حاجة تاني، لان ده المتحكم الرئيسي في توزيع الباور. فلازم دايما ابقى مخلي بالي بالموضوع ده. يعني مثلا ممكن الاقي الباور سبلاي بتاعي عمال بيطلع مثلا صوت جامد، المروحه عايزه تتزيت، اجيب لها مثلا شويه زيت كهرباء ببدا ان انا ازيتها او حاجه زي كده. ابقى مخلي بالي مع الموضوع ده لان الباور سبلاي جزء مهم جدا، وزي ما بنتكلم لازم نخلي بالنا منه، لان هو ده اللي بيظبط الكهرباء بتاعه جهاز الكمبيوتر كلها. طيب الباور سبلاي لو جينا بصينا عليه من الناحيه التانية هنلاقي فيه مجموعه من الكونكتورات. هنلاقي فيه كونكتورات حاجات عاملة زي بيقولوا عليها الموليكس،
في حاجة اسمها البيرتش، في حاجة اسمها الساتا، في حاجة اسمها البي سي اي اي. كل دي طبعا كونكتورات. كل كونكتور بيوصل في جهاز او بيوصل في كومبوننت معين من الكومبوننتس بتاعت الكمبيوتر علشان يبدأ يغذيها. نتكلم على الباور سبلاي بتاع جهاز اللابتوب. مبدئيا جهاز اللابتوب مش هينفع ان انا احط له باور سبلاي كده جواه لان هو حاجة سليم. فعوضوا الموضوع ده بموضوع اللي هي الادابتور اللي بيبقى جاي مع اللابتوب. ده بيقوم مقام الباور سبلاي، بياخد التيار المتردد وبيبدأ يحوله لتيار مستمر علشان يبدأ يدي للكمبيوتر بتاعي او اللابتوب بتاعي الكهرباء برضو بتاعته مظبوطة. واي خلل في موضوع الادابتور ده بيأثر على طريقة عمل الجهاز بتاعي، وفي مشاكل كتيرة جدا بتحصل في الجهاز. انت تحس ان الجهاز نفسه هو اللي فيه مشكلة، وهي المشكلة كلها تبقى جاية من الادابتور بتاع اللابتوب اللي هو ما بيديش مثلا، ما بيغذيش الجهاز بالكهرباء اللي هو محتاجها، او في مثلا مكثفات او في اي مشاكل من جوه حصل فيها ضعف، فبتبدأ إن هي تأثر لي على طريقة عمل الجهاز. مبدئيا اللاب بيتفوق على موضوع السيرفرات أو موضوع جهاز الكمبيوتر العام إنه في حاجة عاملة زي اليو بي اس اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. سواء كانت بتبقى راكبة في اللابتوب خارجية أو داخلية. دي بتبقى بطارية اللابتوب. بطارية اللابتوب مسؤولة إن هي تغذي اللابتوب بتاعي وتبدأ تشغله في حالة أولا انقطاع التيار الكهربي. ثانيا ده اسمه لابتوب اللي هو جهاز كمبيوتر محمول. المفروض ممكن أخده يعني أشتغل بيه في حتة ما يكونش فيها مثلا كهرباء أو عايز أتحرك بيه بحرية في أي مكان، فلازم بيبقى جواه باتري داخلي علشان أبدأ إن أنا اقدر استخدمه في اي مكان حصل انقطاع مثلا في التيار الكهربي في اي وقت. عايز اتحرك بيه في حته هي ما فيهاش كهرباء، عايز مثلا اخده بس كده ابدا مثلا اعمل عليه شويه شغل او اعمل بيه برزنتيشن في مكان من غير ما ابدا اوصل مثلا الجهاز مثلا بكهرباء ولا حاجه. فموضوع البطاريه من الاشياء المهمه جدا في اللابتوب واللي بتديله ميزه عن اجهزه الكمبيوتر العاديه. طيب خلينا نبدا نتكلم شويه عن بطاريه اللابتوب لان معظم الناس حاليا بتعتمد على شغل اللابتوب اكتر من جهاز البي سي كحياة عامة. طيب هنتكلم على موضوع الباتري ده، ازاي نبدأ ان احنا نحافظ عليها ونزود في عمرها. اولا دايما بيقول لك لو انت شغال على اللابتوب من غير ما يبقى واصل في الشاحن حاول تخليه ما بين 40 ل 80%. طيب لو طلع عن 80% وصل ل 100% عادي جدا، ما بقتش حاليا دلوقتي مشكلة مع انواع الباتري اللي موجودة في السوق. مش هتأثر يعني جدا لان هو الانواع الجديدة بيبقى فيها كده خاصية اللي هو بعد ما بيوصل لمية في المية بيبدأ يفصل الباتري وبيبدأ يغذي الجهاز بالكهرباء المباشرة على طول. فده ما بيأثرش عليها اي تأثير، يعني يعتبر اللي هو يذكر. طيب تاني حاجة علشان نحافظ على الباتري بتاعتنا، ودي برضو بقى حاجة مهمة سواء بطارية حديثة او قديمة، ان انا ما افضلش شغال على البطارية لحد ما توصل لزيرو وتروح فاصلة. ده كده خطر على السيلز بتاعت الباتري نفسها. فدايما كل بطارية ليها حاجة اسمها عمر افتراضي. طب العمر الافتراضي ده بيتقاس بإيه؟ بيتقاس بدورات الشحن والتفريغ. يعني أنا مثلا شحنت الجهاز ده مثلا ل100% ورحت مثلا فرغته خالص لحد زيرو، دي كده اتحسبت مثلا عليا مرة شحن وتفريغ. فبيقول لك مثلا ممكن تبقى البطارية تقعد لو انا مشيت بنظام خاطئ ممكن تقعد معايا من 300 ل 500 شحنة، وبعد كده البطارية تبقى دامجد ما اقدرش ان انا استخدمها تاني. لكن لو انا اتبعت معاها القواعد السليمة وحافظت عليها ممكن تقعد معايا من 850 ل 1500 شحن وتفريغ. فالحتة دي دايما بتفرق في عمر الباتري. طيب حاجة تالتة بتأثر على عمر الباتري بتاعتي ألا وهي السخونة الشديدة. دايما نحاول ان احنا لو انا شغال مثلا على جهاز لابتوب ما بقاش حاطه مثلا في شمس وشغال عليه، ما اكتموش مثلا ابقى كاتمه على مرتبة
وابدا ان انا اشتغل عليه واسد المنافذ بتاعه التهويه بتاعته، لان ده موضوع السخونه ده بيأثر جامد جدا على البطاريه. وافضل درجه حراره بقدر ان انا احافظ فيها على البطاريه دي من 10 سليزيوس ل35 سليزيوس. يعني زادت 5 زادت 10 مش هتفرق كتير، بس حاول ان العمر اخلي درجة الحرارة اللي بيشتغل فيها الجهاز او اللي واصلة للبطارية في الرينج ده، علشان ما تبدأش الباتري بتاعتي يحصل للسيلز بتاعتها دامجد او تبقى يعني فيها مشاكل. ومبدئيا برضو في نقطة بحب انبه عليها دايما، موضوع اللابتوبس اللي هي الحرارة بتاعتها لو انت حطيت اللاب على رجليك ده غلط صحيا. فحاول دايما ان انت ما تبقاش قاعد وتروح حاطط اللاب على رجليك وتشتغل، لا، شوف اي ترابيزة، شوف اي كرسي، شوف اي حاجة، ابدأ حط اللابتوب عليها وما تخليش السخونة تطلع من اللابتوب تبقى مباشرة ليك، مثلا سواء على مثلا اي منطقة في جسمك. طيب لو حصل معايا مشكلة في اللابتوب واللابتوب مش عايز يفتح اساسا، دي ممكن تبقى مشكلة، يعني من ضمن المشاكل بتاعتها مشكلة في الباور. طيب اعمل ايه في الحالة دي؟ اول حاجة اعملها اتأكد ان الكهرباء واصلة للجهاز تماما، وان الفيشة مثلا اللي انا موصل فيها في الحيطة واصلة لها كهرباء وشغالة، او المشترك اللي انا واخد منه شغال كويس. لان ممكن تكون مثلا الجهاز اشتغل مثلا على الباتري وانا مش واخد بالي، وفضل لحد ما فصل والفيشة اللي انا شغال عليها اصلا فيها مشكلة. تاني حاجة ممكن تبقى فيه مشكلة في البطارية، فبعمل حاجة ظريفة جدا، بروح فاصل البطارية واشغل على الكهرباء من المباشر على طول، اوصل الادابتور في جهاز الكمبيوتر وابدا اشغل على طول واشوف ايه الدنيا هتحصل فيها ايه. طيب الحاجة التالتة، ابدا اتاكد ان السوكيتات، سواء السوكت اللي بتاع اللي بيدخل في اللابتوب، سواء اللي جوه اللابتوب او اللي بره اللابتوب، ان مفيش حاجة فيه مكسورة او متدمجة. رابع نقطة، لو لقيت ان الجهاز بتاعي معلق جامد جدا، بفصل عنه البطارية وبفصل عنه الكهرباء، وبفضل دايس ضغطة مطولة لمدة مثلا 30 ثانية دقيقة كاملة على الباور بتاعه. بعد كده ببدأ ان انا اوصل الباور اللي هو جاي من الادابتور مباشر، وابدأ ان انا ادوس وابدأ اشغل واشوف الدنيا ماشية ازاي. وطبعا لو قابلتك اي مشكلة من المشاكل دي، بتدخل مثلا على الانترنت بتكتب او على جوجل بتبدأ تكتب المشكلة بتاعتك، وبيطلع لك طرق كتيرة جدا. بس الأربع طرق اللي أنا كلمتك فيهم دول يعتبر يعني 4 طرق شائعين في المشكلة بتاعت حتة الباور دي، ده لو ما كانش الجهاز نفسه فيه مشكلة كأي حاجة تاني. هنبدأ نتكلم النهاردة عن جيل جديد من الباور سبلاي اللي بيتم تبريده بالسائل. طبعا لو بصينا عليه كده هنلاقي شكله مختلف شوية عن الباور سبلاي اللي احنا اعتدنا عليه. بيبقى فيه زي مداخل ومخارج علشان يدخل منها السائل لجوه. طيب هو من جوه محتوى على ايه بالظبط؟ هو محتوى من جوه برضو على فانة زي الباور سبلاي العادي، بس متثبت عليها او على المكونات بتاعته من جوه هيت سينك. الهيت سينك ده المفروض ان هو عامل بالظبط زي فكرة البروسيسور او تبريد البروسيسور. السائل ده بيمر على الهيت سينك بيبدأ يبرده، والهيت سينك وظيفته ان هي تبدأ ان هي تسحب الحرارة كلها من الاجزاء اللي هي بتسخن في الباور سبلاي، وتبدأ ان هي تطلعها بره الفانا. والفانا مبدئيا كده كده الليكويد بيعدي بيبرد الفانا، وبيبرد الاجزاء الداخلية كلها بتاعة الباور سبلاي. طيب ده بيتيح لنا ايه؟ ده بيخلي لنا الباور سبلاي من جوه التبريد بتاعه بيوصل للضعف ما ان ما كنا بنشتغل بنظام التبريد الهوائي. يعني لو جينا مثلا لقينا مثلا درجة الحرارة بتاعت مثلا الباور سبلاي من جوه كانت 77، لا ده ممكن ينزلها لنا ل35 و28 وأرقام كده كويسة جدا. وفي نفس الوقت بتلاقي الصوت بتاعه بيبدأ يبقى قليل جدا، أقل بكتير جدا من الاير باور سبلاي. وهنتكلم في الجزء الجديد بتاعنا ده عن احتياطات اللابتوب. زي ما احنا شايفين كده في لحظة الجهاز اللابتوب
بيبدأ يطلع دخان كده، وبيبدأ يحصل زي انفجار بسيط. وطبعا الدنيا بتولع نار زي ما احنا شايفين كده، الدنيا بتولع نار فعليا، بيبقى فيه نار. ولو بصينا على تجربة تانية للجهاز ده، بص في ثانية واحدة تبدأ الدنيا كلها بتحصل بقى ايه بشوية مشاكل كتيرة جدا. فتخيل ان لاب مثلا زي كده في البيت وانت مش موجود، وانت سايبه شغال وحصل فيه الموضوع ده. الموضوع ما بيقتصرش على أدخنة طبعا. بص كمية النار اللي بتطلع منه، طبعا النار دي خطر جدا حتى عن النار العادية. طيب ليه خطر عن النار، او خطر ليه موضوع النار اللي بيطلع منه ده اخطر من النار العادية؟ اولا ان ده بيبقى حاجة فيها الكتريكال فاير، يعني نار فيها كهرباء. وفي نفس الوقت بيطلع كيميكال فاير، او اللي هو حاجات كيماوية بتحترق، بتطلع غازات كيماوية. وفيها كمان ميتال فاير. فطبعا التلات انواع دول مش هينفع طبعا لا انت تطفيها لا بميه، ولا ينفع ان انت حتى تغطيها مثلا ببطانية ولا حاجة فتكتم الهواء، لا. هي مسببات النار داخلية، يعني حتى لو رشيت عليها مية او عملت اي حاجة هتفضل زي ما هي. وعشان تطفيها لازم تجيب حاجة اسمها كلاس دي علشان يبدأ ان هو يطفيها. ولو بصينا في المعمل هنا اهو، واحد واقف ببساطة جدا مش شغال. حصل مثلا نوع من انواع الكتم مثلا البطارية. طبعا اللي بيعمله ده كمية غلط طبعا ان هو يقف قدامها كده، لان دي بتنفجر انفجارات شديدة جدا ممكن تعرضه للخطر. فاللي هو عمله كل ده الراجل ده عمله الموضوع ده غلط جدا. حتة ان هو يقف مكانه كده، لا، انت لقيت الجهاز بيولع اجري. بعد ما تبدأ الدنيا ابدأ ان انت تشوف اي طفاية مثلا بتاع الحريق ولا اي حاجة، وابدأ ان انت تشتغل عليها. الحرارة او البرودة لا تؤثر على عمر البطارية. التبريد السائل افضل من التبريد العادي في الباور سبلاي. يحول الباور سبلاي التيار الثابت لمتردد.